السلام عليكم. احنا النهارده جمعنا عشان ان شاء الله كده. طب ايه السكريبت البداية اصلا؟ مفيش سكريبت البداية. لا لحظة، يلا ابدأوا يلا يا جدعان. كل سنة وانتم طيبين يا جدعان. يحرق السنة تكبير الله اكبر. عايزين حاجة بقى احنا فكرنا في دخلات كتير عشان نبدأ بيها الفيديو ده، ما عرفناش بصراحة، فاحنا هنخش بسرعة عشان ننجز. طيب بصوا، احنا جمعنا جميع الأسئلة اللي ممكن تتسأل والأسئلة اللي من بعض الناس سألتها، وهنقول سؤال. أول سؤال، ازاي كونت جافا وليه اتسمت جافا؟ اسيب لكم عبد يقول السؤال ده. كان في يوم كان عندنا تاني يوم امتحان عربي، مش عارفين نعمل ايه اصلا، احنا مش عارفين احنا نذاكر ولا عارفين نعمل ايه، فطلعنا الموبايل وقلنا نعمل اي فيديو. الفيديو كان كالتالي. المومنت لما يجي سؤال في الامتحان وتطلع عارفه. زي ما شفت الفيديو كان كده اهو، ما فيهوش اصلا اي حاجه مونتاج، يا دوبك كان موبايل وموبايل تاني وراه بالصوت وبس كده فخلصت. ليه سميناها جافا فاينز؟ احنا في يوم كنا قاعدين بعد ما عملنا الفيديو بتاع اللي كان عندنا فيه امتحان عربي اللي شفتوه من شويه، فقررنا ان احنا نعمل صفحه، فكنا محتارين جدا في الاسم. ابو عريض اقترح حاجه، قلت رافاينز، وطبعا كلنا رفضنا بالاجماع. في الاخر خالص بعد مشاورات كتير كده يعني قررنا ان احنا نسميها جافا طبعا بناء على جو، جي فور جو، واي فور عبده، وبي فور باسم، واي فور ابو عريض، اي في بي. ايه الشيء اللي بيخلينا نكمل في جافا؟ يعني من الكومنتات عادة من آراء الفانز يعني. انا عن نفسي الكومنت اللي طلع في اليوتيوب ده والله يا ابن انت نعمة. في تاني سؤال هنا، ازاي بتقسموا الوقت؟ انت كنت قايل تاني سؤال في التاني سؤال اللي انت قلت لسه مجاوبه ده، الجواب بتاع في تاني سؤال، مش تاني سؤال، ويت اسئله تاني. خلاص. وفي هو كمان سؤال بيقول ازاي بتقسموا الوقت؟ زمان كنا في تانية ثانوي، ما كانش في اي حاجه زي وقت يعني، فاضيين 24 ساعه، الدراسه ما كانش ليها لازمه، عدي وخلاص. فكنا بنصور يعني، كل اللي بيجي له فكره كنا بنكتبها على جروب الصفحه ونقرر امتى نصورها، ونصورها على طول وتترفع. تاني وتالت رابع خامس سؤال مهم يعني، بيقول لك ايه رد فعل اهلك على الفكره؟ انا يعني نبدا بباسم. هسيب باسم يرد. قول انت باسم. انا ابويا شاف عندي في الاول قال لي هتضيع وقتك. انا تقريبا الوحيد فيكم اللي كانوا مشجعيني. لسه مشجعيني. انا عن نفسي ابويا كان مشجعني في بعض الاوقات، وكان بيخليني اصور وكده، بس طبعا ده كان في الاجازه. بعد كده يعني ما بقاش في اي تشجيع خالص، وان جافا ديت هتودينا في داهيه، والصفحه ملهاش 60 لازمه. طبعا كل ده عشانكم. ابو عريض، ما انا لو اتكلمت هتحطوا تيت لا كتير بصراحة. ما تتكلمش. لا قول خلاص. لا قول بس، ما ابوش اخره عادي يعني. ما تقول يا راجل. والله. عاش فشخ يا السؤال اللي بعده، موقف ليكم كان بيضحككم في فيديو من الفيديوهات؟ نبدا بباسم. انا هبدا بباسم وابو عريضه، يعني انتوا مع بعض كده. خش. كنا عايزين نصور فيديو تسلم القادي ولا مش خير. كان ساعتها كان يوسف متضايق وكان عايز يعمل بسرعه 1 2 3 اكشن. لقينا واحد طلع في النص وبيقول ايه، هوبا لجنه هوبا لجنه. موقف حصل، كنا بنصور اللي هو فكرة اسلام جويش بتاعت السحور، واحنا تعبانين مطبقين بقالنا يومين، والاذان هيدن بجد، واحنا عايزين نلحق ناكل حاجة، بنخلص التصوير. 3 2 1. يا ابني ما عندكش شاحن نوكيا رفيع اصلا البتاع هيفصل. فالمفروض يعني ابو عريضه كان هينادي على عبده من المطبخ ويقول له يلا انجز. عبده ما بلاش. لا ونبي تقول. المهم كان فيديو تقريبا شاف النسيم، والمفروض ان انا هدخل على ابو عريضه اللي هو ابويا وازعق له جامد واقول له ان انا لازم اخرج مع اصحابي وانا في ثالثه ثانوي وكده، وهو المفروض هيمسكني يعلقني من التيشيرت كده ايوه بالظبط زي كده، بس خلاص. والمفروض ان انا هعمل ايموشن وش ان انا خايف جدا، وصدفه بعمل ايموشن دي شامل حرامي. صدفة جت ايموشن هشام الحرامي، وكان في حد ماشي بمكنه شوك منديل من تحت، ولكم ان تتخيلوا بقى وشوفوا الفيديو. ده جبان 3
2 1. اظن كانت دي تقريبا المواقف اللي انتوا هتفهموها، عشان في مواقف تانية اكيد كانت مضحكة في التصوير بس صعب ان انتوا تفهموا كانت عاملة ايه الروح المسيطرة على الفريق. حاجة زي كده. ايه السؤال ده؟ ايه ده؟ يعني ايه الروح المسيطرة على الفريق؟ ازاي بتطرطروا على نفسكم؟ ازاي بتطوروا نفسكم؟ ازاي بنطور نفسنا؟ انا هقول ليوسف ازاي بيطور نفسه. 24 ساعه فاتح اليوتيوب بيكتب هاو تو واي حاجه عايز يعرفها، هاو تو درايف، هاو تو ايت، هو كده 24 ساعه قاعد على اليوتيوب. انا على اليوتيوب اسمها هاو كاست، فيها هاو تو كيس فرنش. شكرا يا عبد. فيها هاو تو كيس فرنش كمان. ما خلاص يا عم انت في ايه؟ نصيحه كده، علم نفسك بنفسك زي ما عبده لسه قال دلوقتي، اليوتيوب مفتوح، كلمه هاو تو سهله جدا. في عندي سؤال كمان اخير ده اتسال لي شخصيا يعني، ايه اكتر حاجه بتضايقك من الناس في الشارع او من الكومنتات عموما يعني؟ انا جابا فينوس بالظبط زي ما قال، مفيش حاجه اسمها جابا يا ايه جابا فاينز. هل جابا فاينز بتعمل فاينز؟ لا الصراحه بقى احنا كنا عاملين الصفحه على اننا هنعمل فاينز، لان الفاينز كانت طالعه ساعتها هي سنه بالظبط، فالفيديوهات كانت جميله ساعتها، الاجانب كانوا عاملين فيديوهات حلوه. احنا ايه قلنا نعمل صفحه بعد الفيديو الاولاني اللي انتوا شفتوه خالص في اول الفيديو اللي كانت 9 ثواني مش 7 برضه. 9 ثواني. فبصراحه كده احنا عمرنا ما عملنا فاين. وفي الاخر خالص بنحب نشكر بعض الناس اللي ساعدتنا، امجد، احمد الجابري، مين تاني، مراد، عبد الله المصري، ده شكر خاص ليه. عبد الله المصري، عبد الله في القلب يعني. فالفيديو دوت الناس في ناس جديده على ما اظن هتشوفوا. احنا فيديوهاتنا مش لازم تبقى كوميديه، مش لازم نعمل فاينز، احنا بس الفاينز ديت زرعنا في الاسم من ساعتها، والفيس عشان ساعتها مش راضي يغيرها لنا. اعتبره جديد. وعايز تصدق عايز اقول حاجه، وفي الاخر احب طبعا اعرفكم على الناس اللي هي الموجودين واللي مش موجودين. هنبدا باللي مش موجودين. عندنا بهاء يوسف السكريبت رايتر بتاعنا، وعندنا نادر اسامه واحمد عاطف، نادر اسامه الديزاينر، واحمد عاطف الويب ديزاينر. وبعد كده الناس اللي موجوده احمد ابو عريضه اكتور، جو بيعمل كل حاجه، مخرج، كاميرا مان، دايركتور، ساعات بيبقى سكريبت رايتر. باسم ده المودريتور بتاع الصفحه ومسؤول عن الصفحه واليوتيوب والاسك وكل حاجه مش شغاله. انا طبعا مش محتاج غني عن التعريف عشان مشهور فشخ. مساعد ابو عريضه عشان ابو عريضه بيضربني كل